بدا. هاد 3 الحروف هما السر ديال النجاح في اي شيء، في الرياضه، في القرايه، في المقاوله، في الحياه ديالك. ما تسناش اليوم المثالي، ما تسناش الظروف المثاليه، ما تسناش المكان المثالي او الفكره المثاليه. ابدا، كل شيء غيجي من بعد، غير بدا. الا دزت الفعل كنزيد الفرص ديالك، والا ما تشجعتش وحاربت داك الخوف اللي عندي لداخل وكاع دوك الافكار الشيطانيه اللي كتجيني لدماغي باش تخليني انني ما نبداش، وتكون فكره كنبقى نحلل فيها في الاول وكنتحمس كنقول واو زوينه هذه الفكره غنديرها غننجح، ولكن الا كثرت في التحليل وما دزتش الفعل كنبدا نفكر علاش ما غتنجحش، وشحال ما طولت في هذاك علاش ما غتنجحش ما كندوز كاع للفعل، كنلقى راسي ما بديتش اصلا، ما درت والو. احسن مرتبه ديال الثقه اللي تكون عند الانسان هي الثقه في الله سبحانه وتعالى، لان سبحان الله العظيم الدماغ ديالنا عنده واحد القدره كبيره انه يدير بزاف ديال الحوايج، ولكن الله سبحانه وتعالى عطانا واحد الدماغ اللي ما داروش لينا باش يهز لنا الغيبيات. دماغنا ما مصاوبش باش يفكر في الغيبيات، دماغنا مصاوب باش يفكر في الاسباب. فاش كتركز على الاسباب دماغك كيبدعك، فاش كتركز على الغيبيات كتدخل في اكتئاب. دير غير السبب والنتيجه ربي غيتكلف بداك الشيء، ما تخممش. بغيتي واحد الحاجه خصك تلقى كيفاش تخرجها وتديرها لراسك، ماشي اجي نشوف شكون اللي غيعطيها ليا. تعلموا تاخذوا القرارات، خذ القرار اللي ما نجحش راك تعلمتي دوز الحاجه اخرى، واي حاجه خديتي على القرار ما غتندمش عليها. عرفتي علاش غتندم على الحوايج اللي ما خديتيش فيهم القرار. اي حاجه كتعلمك دابا باغا تعلمك درس، هذاك الالم ما غينتهي منك حتى يعلمك درس. الله سبحانه وتعالى ما كيلاقيكش بالناس اللي انت باغي، ما كيلاقيك بالناس اللي انت محتاج، كيلاقيك بالناس اللي انت محتاج انهم يبغيوك ولا ينصبوا عليك ولا يعاونوك ولا يغدروك. غادي يلاقيك بكاع الناس اللي غادي يعجنوك باش تولي الشخص اللي خصك تكون. والا كنتي عايش في واحد المستنقع دايرين بك غير دوك الناس اللو كواليتي اللي ما كيديروا حتى حاجه في حياتهم وكل نهار كتهضر معاهم غير على واش ميسي احسن من رونالدو، هذيك البيئه الخاسره اللي غتبقى جابدك غير لتحت وما غتخليك دير حتى حاجه في حياتك، ما غاديش تبقى تحس بها انت وغادي تولي تجيك عاديه بقوه ما انك طولتي فيها. وفاش غادي يولي يجي شي واحد في حالي اللي غيقول لك خرج من هذاك العالم ودير شي حاجه اللي تنفعك، غادي يجيك غير فيه العياقه وجالس كيتخيبر عليه. حلاوه الحياه في انها صعيبه وما سهلاش، حيت كون كانت حياتك سهله واي حاجه بغيتيها كتوصل لها بالزربه غتطلع لك الحياه ديالك كلها في راسك. هذوك المشاكل اللي كيوقعوا لك حاول تستمتع بهم حيت راه هما حلاوه هذه الحياه هذه كامل. فهاد الحياه هذه تزاديتي بوحدك وغتعيش داكشي اللي كتب لك الله وغادي تموت بوحدك. وفي هذيك الرحله ديالك في الحياه عندك جوج ديال الخيارات، يا اما غتبقى حياتك كلها لاعب دور الضحيه وكتبكي بابا ما دارش ليا ماما ما دارتش ليا البلاد ما عطاتنيش، ولا غادي تكون ذكي ومن صغرك وانت كتقلب على لوبورتونيتي فين كاينه وغادي تتبعها. الوقت اللي كتضيعو وانت كتشكى الا خدمتي فيه دماغك غادي تلقى الحل.